هل تتوقعوا الشعب الهولندي يعجبهم الأكل اليمني؟ خلوكم معنا. وكالعادة وصلنا المطعم اليمني فرع روتردام، وهذه الطاولة اللي حجزناها، واليوم معانا مراين وسيلين. مرحبا. واكتبوا لنا في الكومنتس ايش تتوقعوا الأكلة اللي عجبتكم. والبداية كانت مع المقبلات واللي هي السلطة والمرق. بما ان الأطباق الجاية بتكون ثقيلة لازم تسخين المعدة بالمرق والليمون. والحين المرحلة الثانية من السفرة، عقدة الدجاج والفحسة. وأصعب فقرة كانت معاهم هي طريقة الأكل، لكن مع الأكل اليمني أعتقد تقدر تاكله بأي طريقة، بالشوكة أو الملعقة، بالطريقة اللي تناسبك. والحين دخلنا على الثقيل واللي هي الوجبة الرئيسية. كأوروبيين أعتقد اللي راح بالنسبة لهم كانت وجبة، والحين اللي معانا هذه وجبة ثانية. وعشان ياخذوا راحتهم بالأكل قررت أصور كم لقطة وأوقف تصوير، شوية سوالف ما في مشكلة. والحين جاء وقت الحلا والشاي العدني. اللي ما يحب الموز راح مع العريكة، واللي يحب الموز اختار المعصوب. العريكة كانت لهم شوية غريبة عكس المعصوب بسبب طعم الموز. وهنا وصلنا لنهاية المقطع. شكرا للمطعم اليمني على الاستضافة. بما انه ما في لبس يمني فاخترنا نلبسهم اي شيء عربي. ان شاء الله المقطع الجاي نلبسه الجنبية والمعوز، وما حبينا نخليها بخاطرها. شكرا على المتابعة، ولا تنسوا اللايك والفولو.